دي أول مرة مصر تتأهل فيها للدور ال 16 في تاريخها. كانوا عايزيننا نرفع أعلام، بس رفعنا أعلام أهم وأحسن وأتقل من أي أعلام تانية. بصراحة حاجة تشرف، ده أحسن من مشهد الجون بالنسبة لي. فوزنا ده حل مشكلة كبيرة قوي، إننا كنا دايما بنشوف الإنجازات الكبيرة مش لينا، مش بتاعتنا، بتاعت بلاد بره. عارفين يعني إيه جيل كامل يكبر وعمره ما شاف مصر تتأهل في كأس العالم؟ كل مرة كنا بنقول يمكن المرة الجاية، والمرة الجاية بقت النهاردة. بعيدا عن مشهد المراجعة النهائية اللي كان هايل، ويا مصر بتعمليها إزاي، وإن كل البلاد العربية ما نامتش من امبارح من كتر الفرحة والاحتفال، دايما بنشوف الغرب عندهم استحقاقية أكتر للفوز عشان اللاعب الفلاني، ونعظم في اللعيبة التانية، واحنا عندنا برضو لعيبة كويسين وعالميين وبيعملوا اللي عليهم. أنا مش من الناس اللي بتتفرج على كل ماتش، بس ماتش امبارح الناس كانت بتسكت، بتسد نفسها وتتنفس بعد الجون. يعني مصر كلها كانت بتكتم نفسها، بنتنفس بعد ما الجون يجي. أنا مبسوطة لمصر، بس مبسوطة أكتر بجيلنا، الجيل اللي مش خايف يحلم بحاجة كبيرة، جيل كامل شايف إن فيها، والله فيها، ليه لا، ان شاء الله نعملها. وعينا اتغير، طموحنا كبر، استحقاقيتنا ان شاء الله بفضل ربنا نكسب. فوز مصر هو فوز كل الدول العربيه، بالذات اخواتنا. ده مخليني عايزه اقول ان ده بالظبط اللي محتاجين نعمله في حياتنا، اننا ما نخافش من احلامنا ونؤمن بقدراتنا وما نحطش حدود لنفسنا، ويا رب نوصل.